ازاي تستخدم الكاميرا في التصوير الفوتوغرافي والفيديو. ولكن ده انا مش هاجي اقول لك فيديو تكنيكس ان انت ماسك الكاميرا في ايدك وبتاع وبقول لك بقى ده هنا الايزو وهنا فكك من الكلام ده كله. تعالى بقى انا هقول لك في كلام تاني خالص. انا جاي اقول لك قبل اصلا ما تمسك الكاميرا في ايدك وقبل ما تقعد تدوس على الزراير الكتير اللي فيها دي، انت لازم تفهم ايه الكاميرا اللي معاك، لازم تفهم نوع اللي معاك ده ايه. مش هي نيكون ولا كانون وسوني، اكيد لا، ده البراند. ولكن قصدي الكاميرا مثلا نيكون كام، دي كام. لازم تبقى تاخد كده الكتالوج بتاعها او المانيوال بتاعها تقرا ايه بقى وتفهم ايه. لازم تفهم تفاصيل كده عن الكاميرا هتفيدك كويس قوي. هتفيدك في ايه؟ مثلا هتفيدك لو انت بتصور في اللو لايت، وكمان لو انت معاك عدسه لازم برضو تقرا الجزء ده. عامه اي معدات معاك لازم تقرا عنها، لازم تشوف المانيوال بتاعها، لازم تشوف الايزو بيرفورمانس بتاعها، لازم تشوف هي في اللو لايت بتعمل ايه، لازم تشوف اعلى سرعه شطر عامله ازاي في الكاميرا ايه، لازم تشوف ايه الفوكس سيستم اللي عندك. ومن الحاجات المهمه قوي وبتفرق جدا في سعر الكاميرا اللي معاك، لازم تفهم الدايناميك رينج بتاعها عامل ازاي، لان ده برضه هيتحكم في كواليتي الفوتوج اللي هتطلع معاك. علم تعرف او تقرا كل حاجه عن المعدات اللي معاك، سواء كاميرا او فلاش او اضاءه او كل الحاجات دي. بس الاهم بقى انك تعرف ازاي تاخد افضل جوده من المعده اللي معاك، افضل اداء في اي ظرف ممكن. ما تنساش انك على الاقل خالص لو في مجال التصوير لازم تاخد اي كورس او اي ورشه تفهمك بس التصوير كمايند سيت والتصوير كتكنيكس ماشي ازاي، عشان تبقى فاهم انت مسارك ماشي ازاي. نصيحه مني ليك، شوف خبرات ناس قبلك، شوف لم خبرات من ناس قبلك، شوف شغلهم، شوف ورشهم، شوف كورساتهم. كل ما هتفهم افكار الناس وطريقه تفكيرهم في التصوير وفي كذا حاجه وتاخد منهم خبرتهم، كل ما انت هتستفيد اكتر واكتر وهتوفر على نفسك وقت كتير جدا. وما تنساش لو عايز توفر وقت ومجهود حوالي 13 سنه وخبرات معظم الناس اللي في مصر، شوف ورشه انسان بعين مصور، هتلاقي تفاصيلها تحت في الكابشن. الورشه دي انت بتنزلها على جهازك، مجموعه كورسات كده بتعمل لها داونلود، وفيها كمان تمرينات عمليه وتدريبات عمليه انت بتصورها وبتعملها وبتطبقها، وبتروح لجزء المتابعه عشان خاطر تعرف انت ماشي صح ولا غلط من اللي بيتابعك. اهم حاجه في الورشه دي انها بتكون عندك مدى الحياه عشان تقدر تتفرج عليها مره واثنين وثلاثه واربعه. حتى الان الورشه دي 6 كورسات، هيدخل فيها كورسات تانية، واي كورس جديد بيدخل فيها بيبقى فري بالنسبه لك. تفاصيل ورشه انسان بعين مصور ممكن تلاقيها في اول كومنت او تلاقيها في الكابشن حسب ما انت بتتفرج على الفيديو فين.